الرسالة دي والله ما صدفة تظهر لك أو يظهر لك الفيديو. أيوة، الرسالة لك أنت يلي دخلت على القناة، دخلت على الفيديو صدفة، والله ما صدفة يظهر لك. اسمع كويس، رسالة مرشدينك الروحانيين من ملكك الحارس بفضل الله، وهذا من فضل ربي. رسالتك اليوم بتقولك: كن واثق أن الله أحن من أن يرى روحك متعلقة بشيء ولا يعطيه لك. أبشر بفضل الله تعالى وفك التعلق، وهقول لك وصفة لفك التعلق إزاي. والله ثم والله ما صدفة يظهر لكم الفيديو، لأن التعطيل اللي انتوا فيه من بعد ما الأمور تيسرت، الدنيا مشيت معاكم، حاسين بفوقان. هقول لك انت فيك ايه حاليا، وهذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. يا محب لأبويك، يلي كل ذنبك في الحياة الغيرة، غيرة غيرة غيرة، مقربين، إخوات، أصدقاء، زملاء عمل، وتقول ليه؟ عشان انت مليان نعم من الله عز وجل، عشان انت ربنا محبب فيك خلقه، ربنا محبب فيك خلقه، عشان انت غير اللي حواليك. عارف انت يا زهري، يا روحاني، يا رباني، يلي من عمال النور، يلي من بذور النجوم، يلي ما تعرفش حاجة عن الروحانيات، وفجأة لقيت نفسك داخل في المواضيع دي وتتساءل وبتسأل: ايه السبب؟ ايه سبب الظلم؟ ايه سبب الحقر؟ ايه سبب الغباء من الاشخاص والوشوش الكاذبة اللي نزل من عليها الستار، اللي كانوا راسمين ان هم محبين لينا، ان هم بيخافوا علينا، ان هم حنينين علينا؟ اصبح الهلاك كله جاي من هؤلاء، وهذا من فضل ربي. وكرروا وعيدوا وزيدوا، لان لولا فضل الله عليكم ما كنتوا وصلتوا للدرجة اللي انتوا فيها دي لاكتشاف من هؤلاء. فانت ربنا بيحبك، والله ثم والله يلي دخلت هنا وبتسمع الرسالة ومعايا لحد دلوقتي، ربنا وملائكته يحبوك. يا محب الصلاة على حضرة رسول الله، يا حبيب والديك، أبشر بفضل الله تعالى إن ربنا الحنين الحنان المنان أحن عليك من أمك وأبيك. تخيل بقى، ومن حنية المولى وعطائه جعل الكون كله في خدمتك. والله معجزات الله قائمة، ومن لم يرى هذا فيراجع نفسه. معجزات الله قائمة، الحمد لله دائما وأبدا، الكون كله وبيجي لك علامات، وملكك الحارس متواجد معك وبقوة في مرحلة شفاء عالية جدا. ولولا اللي بقوله ده ما كانش ظهر لك الفيديو، لأن اشتغلوا عليك أسحار تاني، كبتوك تاني، منعوك من الذهاب لأماكن بتحبها. ليه؟ عشان يخرسوك، عشان ما يشوفوش منك إلا الحاجة الكويسة، مش عايزين يشوفوا منك وشك الحقيقي، عايزينك مكبوت مربوط ساكت صم بكم، وبيعموا كمان العين. كل ده زايل بفضل الله. فأبشر، العلاج وطريقة ليك يا زهري، يا روحاني، يا رباني، يلي من بذور النجوم، يلي روحانياتك تحبك، يا حبيب والديك، يلي وارث من أبوين صالحين، يلي من الأشراف، يا محب الله ورسوله وأهل الدعوة، حياكم الله جميعا. والله الفيديو ده كنز لمن دخل عليه، كنز نوراني بالفعل من الزهريين لجميع من دخل هنا طاقته تعبانة، ظلم في ظلم في ظلم. حتى الناس اللي مش روحانيين من كتر عمل الخير اللي انتوا بتعملوه وبتشاهدوا الفيديو ده وبتسمعوه، روحانياتكم بتحبكم. عارفة ان انت حابب الصلاة ومشتاق لها قوي وبتتكاسل غصب عنك، رابطين رجليك، حاطين كده خادم لرجلك،
وده سلامي وتحية لكل ساحر داخل هنا، وبقول له صعب تلعب مع زهري، صعب تلعب مع زهري، لانك بتلف العقد على عنقك. فدعنا من هؤلاء. هنسمع الصلاة على حضرة رسول الله. شكرا لكل اللي بيدعي لأبي، واللي معايا الوقت ده يحط لايك على الفيديو، وشكرا لكل اللي بيشيروا القناة وتكبر، لان هي مش عائلة خاصة بيا بس، دي عائلة صابرين والطاقات الإيجابية، خاصة بكل الروحانيين الربانيين اللي نورهم من عند الله، اللي روحانياتهم موجودة في الليل وفي النهار، صعب تتسرق، لأن العمل الصالح، لأن أنت يا وارث أبوين صالحين مش بتحضر، أنت نوراني، نورانياتك معاك في كل وقت، ملكك الحارس بيدعمك، الطير بيدعمك، كل الكون كله بيدعمك وحواليك، وبيبعت لك عملات ومفاتيح، وبتلاقي ريش، بتلاقي حاجات كتيرة جدا، طيور لأول مرة تشوفها، أصوات أول مرة تسمعها في الكون، في الطبيعة، في النهار، اللي بتتصدق. الحلقة الجاية دي هتلاقي ناس كتير جدا مسنة كبيرة في السن، لا إما أطفال، وبيقولوا لك لله، جايين لك أنت، لأنك في مرحلة جديدة شفائية جديدة. وقلنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، بدون صلاة مش هتفلح في الحياة. فبيعملوا ايه انت يا زهري، يا روحاني، يا رباني، يا حقيقي، يا اللي معاك روحانيات من عند الله؟ بيقفلوا لك طاقات النورانية. اليوم بإذن الله خليك تفتحها بنفسك، وهذا من فضل ربي. شكرا لكل الداعمين للقناة من ميزة تشكرات، سوبر شات، عضوية القناة، محفظة القناة، حياكم الله جميعا، والله يمدكم بالمدد والعون منه وله ببركة وقوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربنا يجعل الخير سابق رزقكم، ورزقكم سابق خطويكم، يجعلكم دايما من الأيدي العليا. حياكم الله جميعا، كل الامتنان والحب من قلب لقلوبكم الطاهرة. هنصلي على حضرة رسول الله قبل ما أكمل أي حاجة، ولنستمع بفضل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصور الجسمانية، ومعادن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواء فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الفيديو ده علاجي قوي جدا، شفائي قوي جدا بفضل الله، هدية من صابرين لكل المحبين هنا اللي موجودين، حتى اللي مش حابيننا، هدايا من الزهريين والروحانيين الربانيين للجميع ولهؤلاء، لأن الزهري والروحاني الرباني الحقيقي ده مسلم، والإسلام من سلم الناس من أفعاله وأقواله ولسانه. إحنا أخلاقنا أخلاق إسلام، روحنا روح إسلام. فأظن نكمل. شكرا لكل المحبين لي والمتابعة في القناة، بتقول زرعتي وزرعتي واجتهدتي وجاهدتي، وهذا حصادك للخير يا حبيبة قلبي، وعزك عزنا، ونجاحك نجحنا. اللهم أعز المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمين وإياكم. والله ما جديدة على الروحاني الرباني الحقيقي، ولا الزهري، ولا عامل النور، ولا بذور النجوم، لأني انتوا نور على الأرض بفضل الله، وده اللي لفت ليكوا الأنظار. فانتوا الله نور السماوات والأرض، انتوا قطعة نور في الأرض. فدايما الساحر والمشرك واللي داخلك بعداءة الدين عايز ايه؟ يطفي النور بتاعك ده ويستفاد من روحانياتك الربانية، اللي مهما يحضر ومهما يجيب خدام، لان هم بيسموهم خدام، وفعلا الجان مشرك وخادم. هيجي الجان يقولك انا مسلم، فلازم يسلم لكتاب الله، ده طبيعي، بس شغل لنفسه مش ليك انت. اوعى يجرك للطريق ده. والفيديو اللي فات كان رد قوي على مراحل الزهريين واللي وصلوا له، ولما بيروحوا للأذية،
لما بيروحوا وسهل عندهم موضوع الروحانيات، وانت فين اجيلك وانت فين ارقيني والقصص دي كلها اللي مش عاملين قانون لروحهم. الزهري والروحاني الرباني الحقيقي وعامل النور وبذور النجوم، الأذية بتجيله عن طريق 2: الأهل والأقارب. اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا. انت يلي مأذي وما تعرفش الأذية من ايه، اقرأ سورة يوسف. اخوات يوسف كدوه وعملوا مكائد، وأراد الله إحياؤه وعلوه بصبره. اوعى يا روحاني يا رباني يلي نورك من عند الله تعدي الآيات والصور والقرآن الكريم هباء. نورك في كتاب الله، شفاءك في آيات الله، لأنك من وارث الصحابة ووارثين هؤلاء. انت غير من حولك، انت مختلف عنهم. الله عز وجل جعلك قدراتك اعلى بكتير من البشر اللي حواليك. عشان كده الساحر او اللابس عباءة الدين بيجعلك قربان لهؤلاء، بياخد جايزة. هو خلاص حضر واشرك. توب قبل ما تقابل لقاء الله. الروحانيات اللي صابرين والطاقات الإيجابية بتتكلم عنها للزهريين وعمال النور وبذور النجوم أقوى من أي روحانيات على الأرض، لأنها نورها من عند الله. لأن هو ده العمل الصالح اللي هتلاقيه في قبرك، اللي هتدفن شبر في شبر. محدش هينفعك إلا عملك الصالح، الخير والصدقات وصلاتك ولسانك الذاكر. هل الناس دي ضعيفة؟ لا، الناس دي قوية ولسانها طويل جدا وبتاخد حقها، ما بتسيبش حق ليها. اوعى تفتكر انت روحاني وان انت ليك رسالة يبقى كده الناس تحط عليك. لا، لحد يستغلك، لحد ياخد حقوقك. ما تقولش الا كلمة الحق. سيفك ولسانك في رقبة اي حد قوي، لان قوتك اعلى بكتير، واعرف ده. ثق بروحانياتك، ثق بنور الله، واجعل ليك يقين عالي عشان توصل للدرجة العالية، لأنك مرشد فيما بعد لمن حولك. بقول دائما وبردد في كل فيديو ليا، في كل بث مباشر، في أي مكان جلسة فيه ويخص الحديث عن الروح، إن عالم الروحانيات أقرب للكفر من الإيمان. الحاجات دي ما بنجربش فيها. دي سبحة أبي. شكرا لكل اللي بيدعي لأبي والكل غالي فقد، فلنستمر بفضل الله تعالى. اعرف انت بتقول ايه. قلنا رسالتك اليومية النهاردة خاصة بانك تفك التعلق لكسب عطايا الله ليك. قلنا الصدقات، الالتزام في الصلاة، قفل مداخل ومخارج الشيطان عن طريق الوضوء باستمرار، والمسك الإسلامي. محدش يقول لي مش قادر. قوم اكسر الهالة اللي انت فيها، نظف، غير المكان، جيب مية وخلي وامسح بيتك. انت قادر على هتك هؤلاء الناس اللي عندها تعلق. طب نعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ انا عندي تعلق وعايزه افك التعلق. هعمل ايه؟ هتجيبي كف مريم، هتقرأي عليه سورة طه، الصفات، البرور، هتطحنيها، وده هيبقى بخور باستمرار قدامك طول اليوم قبل صلاة المغرب. التعلق ده هيتفك نهائي لاستقبال عطايا الله. ما تعلقوش روحكم الا بالله، بنور الله. امسكوا كتاب الله واقرأوا بنفسكم. محدش يقول لي مش قادر. مفيش حاجة تقدر تخليك تنهي عن مسكك لكتاب الله او صلاتك. وفي ناس بعتين لي هدية من عندهم، وهي اني مسخرين اني ما اصليش، فبعتين كده اللي بيسموهم ملوك تبعهم، ملوك الجن، يمسكوا الرجل او قاعد لربط العقد على الرجل. ليه؟ لان لاقيين كمان المسيرة تطولت وفك عقد لكتير، فده حرق ليهم. هعلمك بنفسك ازاي تحرق هؤلاء، ازاي تشفي نفسك يا نوراني يا محب
لله ورسوله. تابع معايا الفيديو للنهاية، وكنز نوراني بإذن الله زي ما معوداكم. يلا بس عشان طاقة التجسس من الصحراء الموجودة. يا كافي يا مكفي، يا شافي يا مشفي، يا عالم بالظاهر والباطن والمخفي، اكفينا شر دابة على الأرض تؤذي، اكفينا شر الجن والإنس والوحش، ببركة طه وياسين وآية الكرسي، يا من بيده الخير كله، إذا كان الأمر تعثر من باب جودك حله، اللهم لا أمان إلا أمانك، ولا ضمان إلا ضمانك، احفظنا في ركن من أركانك، واسبل علينا قبة من حديد لا فيها مارد ولا دبيب، مفتاحها ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أظن فيديو المسمار عمل نجاح هايل بفضل الله، وهذا من فضل ربي. ليه؟ لأني بشوف كل اللي بيشاهدوه بيوتهم استقرت، قدرتوا تربطوا الخدام اللي بيبعتوها لكم السحرة والمشركين. قلنا 2 للزهريين بيؤذوهم، وهو واحد المقربين لك، لأن يعلم بالطاقات بتاعتك ويشعر بغيرة قوية وأخذ أملاكك، فدايما عايزك في كبت وهلاك. كل العكوسات اللي جايه لك من مقربين، ومقربين من الدم كمان، العمة والخالة وولاد الخالة وولاد العمام والإخوة. الزهريين والروحانيين ربين الحقيقيين هيلاقي لهم إخوة كسر كتيرة، زي إخوات سيدنا يوسف، 7 إخوات و5 إخوات و9 إخوات و12 أخت وأخ، والكثير. يعني ذرية قائمة. الناس دي ناس من وارثين أبوين صالحين، بيطلع فيهم واحد وارث أبوه، وبيبقوا روحانيين في الخير. بيبقى فيهم حد شراني بيكبت كل هؤلاء لأخذ حقوقهم وكتمانهم. طب مين التاني اللي يأذيني لو ذهبت الصحراء أو ما يدعوا إنهم رقاه؟ ده بخليه يمتلك إنه إزاي يربطني وإزاي يربط العقد. ليه؟ لأن بيقدمك قربان لهؤلاء. استحالة هيقولك كده، هو بيقولك تعالى بعلمك تعمل وتعمل وتعمل، وهو أكتر حد أذيك. تمام يا حبايب قلبي؟ هنسمع كويس. إحدى المتابعين الزهريين: السلام عليكم أخت صابرين، أنا جديدة معكم من الجزائر، حياكم الله جميعا. في أشياء بتحدث معي منذ الصغر، كل ما أروح أرقي بتروح تترقي، تخلي حد يرقيها. ما حدا يستطيع وصف الحالة اللي أنا فيها. بحس بإن بيكذبوا عليا، وفي 2 من الرجال، واحد عراقي والثاني من بلدي الجزائر، طلبوا مني إنهم يرقوني بس بطريقة غير عادية، وكاتبة كلمة الفاحشة عبر الهاتف والعياذ بالله، أكيد حاجة محرمة جدا. تمام؟ وكاتبة قالوا علشان يعالجوني من الطاقة اللي فيا، بس بهيك طريقة، لأنه ما راح أشفي حتى أعمل بالشيء اللي طلبوه مني والعياذ بالله. وطبعا رفضت، لأني حاسة إنهم عاوزين ياخدوا مني حاجة، خصوصا لما أخبرتهم إني بشوف أشياء وبحس بأشياء، بس الناس اللي بتكذب وتطمع فيا، بسمع أصوات وبحس بأشياء قبل حدوثها تقريبا، أحلامي تتحقق، حتى بقيت أكره نفسي والعياذ بالله، وما بعرف ليه بيحصل معي هيك. ممكن تنصحيني باللي أنا فيه، وبنفس الوقت بحس بحماية من حاجات عايشة معي، نفسي أفهم بيحصل معي ليه كده. والكلام ده والسؤال ده كان على الفيديو اللي فات، ومن أول ما علقت ليها قلت لها أظن إن هذا الفيديو فيه الرد على الكثير من الأسئلة اللي بتدور في بالك، ولماذا تتحدثين معهم. الفيديو اللي فات قلت لي انتوا دايما تجروا على هؤلاء، وهذكر هنا بعض النصائح. لازم تعملوا قانون لنفسكم. هنا من ضحية، قلت لها لو اتبعتي هؤلاء هتفضلي في ظلام طول عمرك، وحقيقي دمرتي نفسك
وبتدمري نفسك بزيادة. هقول حاجة، قلنا ممنوع كحد روحاني إذا كانت سيدة أو رجل تكون ماشية في الحياة بدون قانون. إحنا عندنا مؤشر بالصح وبالغلط، بندخل دايما في محيط، ومحيط يكون سام ولا يشبهنا، وده من تجارب وعلوك في الحياة. ودايما تحسي ان انت مختلفة عن الغير، طبعك، اسلوبك، تربيتك، ليكي مبادئ، ليكي قوانين ماشية بيها، فما بتقدريش تتعدي الحدود. يعني الناس الروحانية الربانية الحقيقية ممنوع نهائي انها تغضب ربنا بأي حاجة محرمة. بيتلموا عليها هؤلاء لإفصاحها ان هي روحانية وان هي بتشوف وفرحانة بالكلام وحاسة ان هي خارقة. ليه؟ لان كل ما تسمعوا عن الروحانيات او الروحانيين هو التحضير، وان معايا مملكة ومعايا خدمة واقعد هلا هلا هوبا وادهش من حولي. انا بدهشك من غير ما يكون عندي خدمة من الجان. ليه؟ لان معايا يقين عالي قوي بالمولى عز وجل، ومعايا نور الله، وهذا من فضل ربي، وروحي الشفافة واصلة للجميع. تمام؟ واظن لامسين العلاج ولامسين كل حاجة. وتواصلي معاكم عن طريق القناة، بتطلبوا اتواصل خاص ممنوع خاص، لاني لا فاضية اولا، ثانيا الموضوع الروحانيات داخل فيه كلام كتير ومش فاضية لشرح اللي انت هتستفاد منه هنا في القناة. والوقت المتواجدة فيه بفضل الله هفيد آلاف مؤلفة، وممنوع ان ناخد كل واحد على جنب ولوحده، مفيش حاجة اخجل منها بتكلم فيها. تمام؟ ولما بنتكلم عن الروحانيات انت في ناس حواليكوا بتختفي، لان لمسوا فيكوا القدرة الهائلة وقوتكوا الروحانية، فبيخافوا منكوا لان هم اشتغلوا عليكوا كتير وعملوا عليكوا كشوفات كتير. فانت هالك لمن حولك. ده اولا، انك تبيح ليك انك اي حد تعالى وتوصل انك تتكلموا مع رجال، يعني ناس عكس الجنس بتاعكم. اذا كنت راجل بتكلم سيدة او سيدة بتكلم رجل، فهنا رفعنا حاجز الحرمانية والقانون اللي انت عامله. ودخل الشيطان بقى، الشيطان دخل في الوضع ده، فأصبح الكلام خد وهات، أنا عندي وإنتي عندك وأنا ألمس الروحانيات. طب العلاج وتواصل التطاول والكلمات وعدم أخذ قوانين والعياذ بالله، حاجات كتير جدا خلت في جرأة كمان خاصة بالكلام، وصلت إن العلاج يوصل بواحد 2 3. أنتوا متخيلين الكفر؟ متخيلين بيقدموكوا قربان كده علني وبتكلموا هؤلاء؟ نصيحة مني، ارموا الهواتف اللي في ايديكوا لو هتوديكوا في مصيبة. نصيحة مني، خدوها مني نصيحة. انت ماسك جوال، اعرف ان رقيب عليك المولى عز وجل الذي لا يغفل ولا ينام. مش قد ايه اللي بتعمله الناس اللي بتاخد خطوة ان اروح اذي حد والعياذ بالله. اللي بيتأذي يا بخته عند ربنا، لان صبره وعطاؤه هيجي من المولى عز وجل، لان هو جابر هؤلاء. يا على اللي ربنا بيجبره، ويا على اللي ربنا بيغضب عليه. تخيلوا ان الجبار هو اللي بيجبر بخاطرك، بيمد ليكي طاقات الشفاء. وانتوا لو مش روحانيين وبقوه وربنا بيحبكم ودعوه فعلا من جد الجدود، ما كانش الفيديو ده ظهر لكم حاليا او قناتي بفضل الله. وهذا من فضل ربي، لانها قائمه على قول الحق، قائمه على شفاء هؤلاء. وهذا من فضل الله عز وجل. امتن لله الواحد الاحد وملاك الحارس والجميع مخلوقات الله الجميله والملائكه النورانيه الشفائيه بفضل الله. عايزاك تقوي هالتك يلي رحتي مثل هؤلاء. يبقى انا هؤلاء يأذوني ازاي اذا كنت انا بسحر لحد او ذهبت لهؤلاء؟ والمقربين اكتر 2 يؤذوكوا في الحياه دي. دخلتي بقى في مجال عمل، في مجال اصدقاء، قدرتك عاليه، بيطلع حد بيلمس الروحانيات وبيعمل حاجات بنفسه، وهتلاقوا دايما مش باين عليه، وزميل في العمل او مدير او ويقول لك انا روحاني وفاهم في القصص دي كويس، ويكفيكوا شر اللي قاعد يحضر وانت مش واخد بالك، او معاه قوه نورانيه بس من النار، قوه نورانيه من النار.
يعني من الجان، يعني اللي يعرفوه عن النورانيات اللي بتتحضر، اللي تحرك لي السبحه واللي ترقص لي الشمعه واللي تهمس لي في ودني، لان دول داخلين جهنم والعياذ بالله. هنفك التعلق وقلت لكم ازاي هنعمل ايه اللي وصلوا للدرجه دي. هنقرا سوره غافر يوميا، اكتبي ورقه وقلم. فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيه، الاحقاف. 7 صور بفضل الله يوميا هيقرأوا لمدة 7 أيام. هعمل ايه تاني؟ اسمعي بقى بصوتي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتبوا معايا، واللي عايز يستمع يسمع ويكرر الفيديو ويشيره على قد ما يقدر لمن عنده طاقة تعب أو خذلان أو جسد أو لأنه شفائية بفضل الله تعالى، وهذا من فضل ربي. وامتنوا وتصدقوا لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومعادن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواء فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل يرميهم بحجارة من سجيل جعلهم كعصف مأكول. اللهم أكفيناهم بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم، بك أحاول وبك أقاتل. اللهم واقي قواقية الوليد بكاف ها يا عين صاد، كفيت بحاء ميم عين سين قاف، حميت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عارفة إن الناس الموجودة هنا تعبانة جدا، جسدها تعبان جدا، القدم عندها، وبفضل الله بعد سماع الفيديو 3 أيام فقط وهتكون طاقة التسلط والتسخير اللي محطوطة على رقبتكم وعلى أجسادكم وعلى رجليكم وعلى بيوتكم بعد فيديو المسمار ما تعملوه نصفت بقوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا تنسوني من الدعاء، والدعاء لأبي رحمه الله. وشكرا على كل الداعمين للقناة، إنها قائمة بفضل الله عز وجل وتواجدها مستمر، ويجعل كل الدعاء الموجود هنا مستجاب ولكم فيه الأجر. اللهم آمين يا رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد، الصبور جل جلاله
وتقدست أسماؤه. فطبعا طاقة اللي جاية دي ليكوا والأحد مقربين عاملين فيه نفس النظام. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هتستمروا بفضل الله تعالى على وكشفنا عنك غطاؤك. نركز. وكشفنا عنك غطاؤك. تاني. وكشفنا عنك غطاؤك وليس لها من دون الله كاشفة. طول ما جالس على طهارة وضوء هتستمر على قول هذا. واسمع معي. انت يا زهري يا روحاني يا رباني يا نوراني، اول حاجة بيعوزوا ما تشوفهاش هي دايما تلاقي عينك الزهرية وقفل الهالة بتاعتك. تمام. كف ايديك لانه شفائي لمن حولك، فهم مش عايزين كده، فالحروب دايما تجيلك بتكتف في الايد. فانا عايزاك تفعل زهرية ايدك. انت حد نوراني زهري وصل معاك الحال ان اتأذيت وتعطيلات سنين. هتقول ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. ماشي. هذه الصورة من سورة المائدة تستمر عليها. هتقطع ايدنا كده على اعيننا، ايديك الاتنين كده على عينك اهو، دي كأن دي العين، الصابع ده العين، وايديك الاتنين كده على عينك. هتقول ايه؟ بسم الله وبكلمات الله التامة اللهم اجعل الطاقة بإذن الله، الطاقة ربانية بقوة الله وقدره، قوة الله وقدرة الله وبحق القرآن وحق كلام الله. اجعل في عيني نار 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 بقوة الله وحريق على كل من هو مستهدفني من ملوك ومرضى وسحرة بقوة الله. تفجير جميع الحصون والعقود بإذن الله مجرد أن أنظر إليها. اسمع معي جيدا. ومبروك الناس اللي هنا بشرتني ان انقلب السحر على الساحر. حياكم الله. واستمدوا القوة والعزم من الله عز وجل وقوة لا إله إلا الله، واعملوا اللي بقول عليه ده. يبقى هنحط ايدينا، كف ايدينا كده يا زهري يا شفائي على أعينك، وهتقول بسم الله بسم الله بسم الله وبكلمات الله التامة التي اللهم اجعل الطاقة بإذن الله، الطاقة ربانية بقوة الله وقدرة الله وبحق القرآن وحق كلام الله. اجعل في عيني نار 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 بقوة الله وحريق على كل من هو مستهدفني من ملوك ومرضى وسحرة بقوة الله. تفجير جميع الحصون والعقد بإذن الله مجرد أن أنظر إليها. وتنظر إلى ركبك يحرق بقوة الله كل ما في ركبي بقدرة الله. تدمر الحصون وتهدم الصوامع بقوة الله وقوة لا إله إلا الله. الجميع يحرق بقدرة الله مجرد ما أنظر إليهم. نار وحريق نار وحريق نار وحريق. ظهر الكف هتحضر كفك الاتنين كده 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 كده. فعل طاقتك. اللهم اجعل كده بنفس الطريقة. اللهم اجعل في كفي نار بقوة الله، الطاقة النورانية، الطاقة الربانية التي أعطاهاني الله يا رب العالمين. بسم الله وبكلمات الله التامة اللهم اجعل في يدي نار وحريق نار وحريق على الركب، في الصدر، في المعدة. وتمشي ايدك دي على جسمك اللي بتذكره، تمشي ايدك عليه في الركب، في الصلاة، في الصدر، في المعدة،
عقد تحرق بإذن الله. بإذن الله تدمر الحصون جميعا. عقد تدمر لكل ملك بالدم بالرحم، وتنفخ نار وحريق بإذن الله. نار وحريق تحرق بإذن الله، وقوة لا إله إلا الله. باسمك الله الظاهر، باسمك الله الظاهر اظهر كل ما في جسدي بإذن الله. اجمعهم هنا بإذن الله عند رجلك. اجمعهم هنا بإذن الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذ هم جميعا لدينا محضرون. وبإيدك دي تبقى محطوطة عند منطقة صدرك. انت عندك ختم بيبقى عند قفص الصدري، ده مش موجود هباء. يديك الاتنين كده تضغط بيهم عند القفص الصدر، عند منطقة القلب بتاعتك. اللهم فعل زهرية اليد بقدرة الله. اللهم اخرج ما كنتم تكتمون، اللهم اخرج ما كنتم تكتمون، اللهم اخرج ما كنتم تكتمون. وتسحب الطاقة دي وتسحب اللي ماشي في دمك بفضل الله تعالى. وهتقول فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك. اللهم فجر كل عقد في الرأس، 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 اللهم فجر كل حصن للشياطين 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 في الرأس. اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع غطاء القرين عن كل سحر في الرأس، اللهم ارفع كل غشاوة عن الأعين، 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 اللهم أبطل كل سحر في 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 الأعين، اللهم أبطل كل سحر لحجب البصيرة، 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 اللهم أبطل لكل سحر لحجب البصيرة، اللهم أبطل كل سحر لحجب البصيرة، اللهم أبطل كل سحر لحجب البصيرة، اللهم أبطل كل سحر تخيل للعيون لرؤية الأمر على غير حقيقته، اللهم أبطل كل سحر تخيل للعيون لرؤية الأمر على غير حقيقته، اللهم أبطل كل سحر تخيل للعيون لرؤية الأمر على غير حقيقته، اللهم أبطل كل سحر تخيل العيون لرؤية الأمر على غير حقيقته، اللهم أبطل كل سحر تخيل العيون لرؤية الأمر على غير حقيقته، اللهم أبطل كل سحر تخيل العيون لرؤية الأمر على غير حقيقته، اللهم فجر كل عقد في المعدة، 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 اللهم أحلل كل عقد في الظهر عن سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر من سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر عن سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر من سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر من سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر من سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر من سحر القرين والقرين الأسود، اللهم أحل كل عقدة في الظهر
من سحر القرين والقرين الأسود. اللهم فك وفجر كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم فك وفجر كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم فك وفجر كل عقدة تفرقت منها العقد. اللهم فك وفجر كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم فك وفجر كل عقدة تفجرت منها العقد. اللهم فك وفجر كل عقدة تفجرت منها العقد. ويا حبايب قلبي هتقرأوا سورة الجن على ماء ويشرب بفضل الله تعالى. وابشروا ابشروا، دايما حسيتوا بحاجة غريبة اعملوا اللي بقول لكم عليه ده، وبفضل الله بفضل الله مقضية. الناس اللي حاسة بألم في الرجل بإذن الرحمن قلنا أرد على حنة على ورق صدر مطحون، وهنحن الرجل الإيدين الرأس. الناس اللي سنها كبير، الناس اللي مش متعلمة تعيد اللي قلته وبصوتي بفضل الله في شفاء وطاقة شفائية بفضل الله، وهذا من فضل ربي. وهتحن الرأس وكل ده، ولأن في ناس مش متعلمة وناس كذا، فكل دول يحترموا على راسنا من فوق، وليهم حق انهم يتعالجوا بانفسهم. الناس اللي هنا معايا متابعاني في القناه بفضل الله وهذا من فضل ربي بيتعالجوا بنفسهم، بيشفوا بنفسهم. اي حد تاني هيعالجك اعرفي ان ده مش علاج، ده زي الجرح اللي بتكتمي بحاجه ويرجع تاني يتفجر، لان هما بيحركوا لك القرين من بعد. فانا هنهي الطاقه دي نهائي بفضل الله وهذا من فضل ربي، وانتظروني، وان شاء الله ان شاء الله ابقى متواجده معاكم في بثات مباشره للشفاء بامر الله. واللهم هب لنا مذكرا من عقلي ومسخرا من نفسي ومهيمنا من روحي كي اسبحك كثيرا واذكرك كثيرا انك بنا ناصرا وبصيرا. فاستمروا. شكرا لكل الداعمين للقناه، شكرا لكل الموجود حاليا وحاطط لايك على الفيديوهات وبيشارك القناه تكبر بكل الروحانيين من شتى وجميع انحاء العالم، بتكبر بيكم وداعمين عن ميزه سوبر شات وتشكرات. وهؤلاء يا كافي يا مكفي يا شافي يا مشفي يا عالم بالظاهر والباطن والمخفي، اكفينا شر دابة على الأرض تؤذي، اكفينا شر الجن والإنس والوحش ببركة طه وياسين وآية الكرسي، يا من بيده الخير كله إذ كان الأمر تعثر من باب جودك حله. اللهم لا أمان إلا أمانك ولا ضمان إلا ضمانك، احفظنا في ركن من أركانك وإذبل علينا قبة من حديد لا فيها مارد ولا دبيب مفتاحها ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستودعكم بالله الذي لا يضيع عنده الودائع. بحبكم في الله من قلبي لقلوبكم الطاهرة الجميلة المحبة لله ورسوله. ولا تنسوا الصدقات. الله يجعل كل الداعمين هنا ليهم الأجر وزيادة. الله يمدكم بالمدد والعون منه وله، ويجعل رزقكم قبل خطويكم وما يحرمكم من الأحبة. اللهم أمين. يزيدكم وما ينقصكم. وكل اللي بيشاهد القناة هنا ليهم الأجر والثواب والدعاء من قلب لقلوبكم الطاهرة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.